اسمحوا لي ان انا ابتدي الحلقه النهارده بان انا اوجه رساله لزملائي الاعلاميين يوسف الحسيني واستاذ محمد شردي. انا بقول يوسف الحسيني عشان يعني بحس ان يوسف قدي لكن طبعا هم اساتذه الاثنين. انا بحييكم جدا 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 على ادبكم، وبحييكم على اخلاقكم العاليه، وبحييكم ان رغم انكم تعرضتوا لشتايم وحاجات بذيئه ما ردتوش وهي دي اخلاق المصريين. استاذ شردي، مبسوطه قوي انك رديت على الالفاظ البذيئه بتحيا مصر. مبسوطه قوي لان برافو عليك انك فاهم ان هما متضايقين قوي ان مصر بتكبر. الحرقه والشتيمه والالفاظ والهجوم ده يبقى مصر بتكبر. عارف لو مصر ما بتكبرش، لو مصر ما بتكبرش باعلامها وبناسها، والاول ناسها وبعدين جيشها وبعدين شرطتها وبعدين اعلامها، لو هم مش متاكدين من ده وشايفينه، عمرهم ما كانوا هيشتموا بالحرقه دي. كانوا هيفرحوا فينا، كانوا هيشمتوا فينا، كانوا هيقولوا لنا بصوا حصل لكم ايه. بس احنا علينا وكبرنا وبنكبر وعارفين احنا بنعمل ايه. فبرافو عليك انك رديت بتحيا مصر، لان ده اكبر رد يحرق. وانا النهارده طالعه اقول تحيا مصر. تحيا مصر لاي حد غرضه غير شريف ان هو يسوق صوره الاعلام المصري. طالعه اقول تحيا مصر قدام ناس ممكن تسوق علاقتنا بشعوب تانية او ناس تانية بانها تقول حاجات مش حقيقيه او ما حصلتش.